السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ انا امل ودي الحلقة التانية من سلسلة دقايق نفسية. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتواجه اغلب البنات هم عايشين بيها ومحدش سامعهم. المشكلة دي هي عبارة عن الاحساس ده عميق جدا، يمكن ملوش صوت، يمكن محدش بيسمعه، بس وجعه قاسي جدا، بيكتب نفسك وبياكل منك حتة حتة. الاحساس ده اسمه ايه؟ اسمه انا مش راضية عن نفسي. مش بس شكلي، انا مش راضية عن طريقتي، ولا راضية عن اختياراتي، ولا راضية عن علاقاتي، ولا حتى ردود فعلي. انا مش راضية عن اي حاجة بعملها. كل يوم اصحى وانا شايلة هم اني مش كفاية، شايفة غيري انجح مني، اهدى مني، اذكى مني، واحسن كمان. وانا ايه بقى؟ انا دايما شايفة نفسي ان انا ناقصة، غلطانة، متأخرة، مش ناجحة. انا عارفة ان الكلام بدأ يطلع من صوتك من جوه وبدأت تحس بيه. طب يا ترى ليه بنوصل للإحساس ده؟ ليه الأصوات الداخلية ديت بدأت تتكون جوانا؟ الكلام ده بيحصل بسبب أول حاجة معانا هي عادة اجتماعية كلنا اتربينا عليها. للأسف المجتمع اكتسبها وأهلنا اكتسبوها وكل اللي حوالينا اكتسبوها. العادة دي إن هما دايما بيقارنونا بغيرنا. اتربينا على إننا ما ينفعش نتشاف كنفسنا، ما ينفعش نتشاف لوحدنا، لا لازم نفضل نتقارن بغيرنا. إننا بيتولد ايه ده مش حلو شبه اخوه، بيبدأ يكبر شوية ايه ده دي شعرها مش ناعم زي بنت خالتها، ايه ده عينها مش خضرا زي بنت عمتها. بتبدأ تكبر شوية تخش من الناحية الأكاديمية، لا انت لازم تبقى دكتور شبه اخوك الكبير، انت لازم تبقى مهندس زي ابن خالتك، انت لازم. طب وانا فين؟ ما بصيتوش ليه انا محتاج ابقى ايه او محتاج اكون ايه؟ مش دايما الحاجة اللي هم شايفينها لنا صح هي دي الحاجة الصح. ما انا ممكن ابقى بنوتة نفسي في حاجة هعملها، هدخلها وهبقى انجح فيها بكتير قوي، هبقى مبسوطة فيها وهبقى حاسة ان انا طلعت فيها حاجة مفيدة وحاجة زودت قيمة للمجتمع. عشان كده احنا بنتمنى بجد ان موضوع المقارنة ده احنا نموته. يعني انت مش متخيل انت بتجرح اللي قدامك ازاي اما ما تبقاش شايفه اصلا ومحتاج يبقى نسخة من حد تاني، عشان ده مش طبيعي ومفيش نفس بشرية تقدر تستحمله. انا عايزاكي تتخيلي كون حد جاي يقولك هو انت ليه مش زي فلانة، او انت ليه مش زي كذا، انا فين؟ طيب انا محتاجة ابقى انا. فالنقطة دي انت لازم تبقى واخدة بالك منها. اي حد بيقارنك بحد تاني مش عايزاكي تسمعيه، انا عايزاكي تقولي لنفسك لا انا مش لازم ابقى شبه حد، انا محتاجه ابقى شبه نفسي، انا محتاجه اطلع اللي جوايا، محتاجه اطلع القدرات بتاعتي واستغلها وانجح فيها واثبت للكل ان انا فعلا شاطره في الحاجه دي، عشان تبقي بتعملي اللي بتحبيه وتبقي واثقه في نفسك. تاني حاجه هنتكلم عنها كمان بتخلينا نوصل للمرحله دي، ان احنا تعودنا دايما ان المجتمع بيقيس الانسان على حسب شكله، على حسب انجازاته، على حسب سرعته في النجاح بتاعه، مش على حسب حقيقته. المجتمع بيبصلك ازاي؟ هي لابسه ايه؟ مع ان المفروض الحاجه تتقاس ازاي؟ انا مرتاحه في اللي لابسه ولا لا، انا حاسه لايقه عليا ولا لا، انا اللبس ده محترم ولا لا، هي متجوزه مين، حالتها الاجتماعيه عامله ازاي. مش باصين للحاجه التانية اللي هو انا مبسوطه، انا راضيه، انا الدنيا كده عجباني وانا مستريحه واموري كلها تمام. لا، هما بيقيسوكي من بره، وده غلط. انت ما ينفعش توقعي نفسك فيه، وما ينفعش تبقي زي ضحيه كده بتمشي ورا الكلام ده وبالتالي هي بيستغلوها. انت لازم تبقي فاهمه وواعيه ان الكلام ده كله مش فارق لك. طول ما الكلام ده بيفرق لك هيتكون جواكي الصوت اللي بيصرخ جواكي ده ومحدش سامعه غيرك. في كمان سبب معانا بيؤدي لكده، اللي هو عشان جواكي صوت صغير بيقولك دايما محتاجه تعملي اكتر. انت مهما تعملي جواكي صوت بيقولك لا كده مش كفايه، انت النهارده لا، ما انت وصلتي لكذا وعملتي الماجستير وعملتي الدكتوراه، لا لسه في كمان، في انجح منك.
في ناس وصلوا اكتر منك، فانت لازم توقفي الصوت اللي جواكي ده. احنا مش محتاجينك تبقي مثاليه، مش محتاجينك تبقي حد ما حصلش، احنا محتاجينك تبقي راضيه مبسوطه بالانجازات اللي بتعمليها، حتى لو هي شويه حاجات صغيره، علشان خاطر الحاجات دي بجد هي اهم حاجه في حياتك. فكره ان انت تبقي من جواكي عندك يقين ان انت ناجحه وواصله، دي اهم حاجه. كده اتكلمنا عن الاسباب اللي خلت جوانا الصوت اللي بيصرخ ده. طب ايه النتيجه بقى عن الصوت ده اللي انت لو فضلتي سايبه نفسك جواه هتوصلي له؟ جلد ذات مستمر، احباط، هتبطلي تحاولي، خلاص انا كل ما بحاول مش بوصل ومش مبسوطه. هتحاولي زياده عن اللزوم، هتضغطي نفسك قوي، هتنهاري وهتبطلي، وبرضه مش هتحسي انك راضيه عن نفسك. ومع الوقت هيبقى جواكي فعلا احساس وحش جدا بفراغ، واحساس ان انت مش نافعه، خلاص انا كده خلاص بقى انا مش نافعه تاني ومش عايزه تاني ومش هكمل. ده اللي انت هتوصلي له لو فضلت سايبه نفسك للاحساس وللمشاعر اللي بتصرخ جواكي وانت مش قادره تطلعيها ومش قادره تسكتيها. طب ايه الحل بقى؟ نعمل ايه؟ عايزين نرجع خطوه ورا كده. ارجعي بالكرسي بتاعك كده لورا واسالي نفسك، هو انا ليه شايفه نفسي كده بجد؟ بجد اسالي نفسك السؤال ده، هو انا ليه حاسه الاحساس ده؟ امتى بدات اكره نفسي فعلا؟ ومين اللي زرع جوايا فكره ان انا مش كفايه دي؟ هو مين قال ان انا مش كفايه؟ انا عايزاكي بجد تقفي وتسالي نفسك السؤال ده، وتمسكي ورقه وقلم كده وتبداي تكتبي، طلعي كل الحاجات ديت قدامك على ورقه وقلم او سجليها في فويس نوت وابداي اتكلمي. عايزاكي توصلي لامتى بدات تحسي الاحساس ده، ومين اللي حسسك الاحساس ده. تاني حاجة عايزاكي تبدأي تراقبي بقى الصوت اللي جواكي ده، اللي هو بيفضل يأنبك ويحسسك ان مهما تعملي وتوصلي لكل اللي نفسك تعمليه برضه ما انتش راضية وحاسة انك مش كفاية. وتبدأي بقى تعملي ايه؟ كل مرة هتقولي لنفسك فيها انا فاشلة او انا مش بحقق حاجة او انا متأخرة، ستوب بقى. عايزاكي توقفي نفسك بقى عشان هي السبب في كل اللي انت فيه ده. عايزاكي تقوليلها ستوب، عايزاكي تقوليلها انا مش انسان آلي، انا مش هفضل طول الوقت بعمل احسن حاجة، انا انسانة بتعلم، بفشل شوية، بقع شوية، بقوم، بنجح، بس انا بتعلم. تالت حاجة عايزاكي تعمليها ان انت تحددي انت مين، مش المجتمع عايزك تكوني مين. لو قدرتي تحققي انت عاوزة ايه وتبطلي تشوفي الناس عاوزاكي تبقي ايه، انت فعلا هتكوني هنا وصلتي للحل. وقولي لنفسك مش لازم اكون الانجح دايما ولا الاشيك دايما ولا الاقوى دايما، انا محتاجه اكون انا، محتاجه اكون مبسوطه، اقرب من نفسي، مش ابعد عنها وافضل انبها وافضل شايلها فوق طاقتها. عايزاكي تركزي على التقدير لنفسك مش على الانجاز. بدل ما تسالي نفسك انا عملت ايه، اسالي نفسك قولي انا صبرت قد ايه، انا حاولت قد ايه، انا ازاي اتطورت كده، انا كنت السنه دي، لا انا السنه دي احسن من السنه اللي فاتت. ادعميها وطبطبي عليها. كده احنا اتكلمنا عن المشكله من ناحيه ايه، اتكلمنا عن سببها، واتكلمنا عن الحاجات اللي هتوصلي لها لو فضلتي سايبه الصوت ده ياكل فيكي، واتكلمنا عن الحلول. ممكن بقى نختم الحلقه بتاعتنا برساله دي تسمعها مني. بصي، انت مش محتاجه تكوني مثاليه عشان تكوني ناجحة، مش لازم توصلي لنسخة كاملة في كل حاجة عشان تبدأي تحبي نفسك. انا عاوزاكي تبدأي تحبيها حتى لو بأبسط الامكانيات. ابدأي باللي في ايدك دلوقتي، ابدأي بانك تسمعي لنفسك حتى لو مش عاجباكي، ابدأي بانك تسأليها بلطف مالك، بتتوجعي من ايه اللي وجعك. مفيش طريق اسمه انا وصلت، في طريق اسمه انا ماشيه واحده واحده، بس المره دي من غير جلد ومن غير تأنيب ضمير ومن غير وجع. وما تنسيش دايما ان انا ماشيه معاكي في دقايق نفسيه، هنكمل سوا وهنتعلم نطبطب ونرضى ونعيش بسلام مع نفسنا. شكرا لكم. اتمنى منكم ان انتوا تكتبوا لنا في الكومنتات رايكم، وان انتوا تكتبوا لي مواضيع حابين ان احنا نتكلم فيها او مشكلات حابين ان احنا نطرحها في الحلقات الجايه. وشكرا بجد لكم من كل قلبي.